في الفيديو ده من قناتكم زي التاريخ ما بيقول هنا علي، هنتكلم عن شخصية من أهم شخصيات التاريخ على الإطلاق، وهو محمد علي باشا، والي مصر ومؤسس مصر الحديثة، الحاكم العثماني القادم من ألبانيا للتصدي لجيوش الحملة الفرنسية، فاصطدم بالمماليك اللي كانوا وقتها موجودين في مصر. بس الأول ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو ومفعل الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات. ولد محمد علي في مدينة كولا التابعة لمقدونيا في شمال اليونان عام 1769 ميلاديا لأسرة ألبانية. كان أبوه إبراهيم أغا رئيس الحرس المسؤول عن خفارة الطريق لبلدته. توفي والديه وهو في سن صغير، فأصبح طفلا يتيما وهو في 14 من عمره. كفله حاكم كولا وصديق والده الشربجي إسماعيل الذي أدرجه في سلك الجندية، فأبدى شجاعة كبيرة، فقربه منه الحاكم وزوجه من امرأة غنية جميلة تسمى أمينة هانم، كانت بمثابة طالع السعد عليه، وأنجبت له أبنائه إبراهيم وطسم وإسماعيل وابنتان. حين قررت الدولة العثمانية إرسال جيشا إلى مصر لانتزاعها من أيدي الفرنسيين، كان هو نائب رئيس الكتيبة الألبانية، وبعد دخول الكتيبة بأيام قرر قائدها العودة إلى دياره، فحل محمد علي مكانه وأصبح هو القائد الأول للكتيبة. وفقا لكثير مما عايشوه، لم يكن يجيد سوى اللغة الألبانية والقليل من اللغة التركية. بعد فشل الحملة الفرنسية على مصر وانسحابها عام 1801، شجع ذلك المماليك على العودة إلى ساحة الأحداث في مصر مرة أخرى، إلا أنهم انقسموا إلى فريقين لتعم الفوضى البلاد، ويستغل محمد علي باشا هذه الفوضى للتقرب من رجال الدولة المصريين والعلماء ومجالستهم وإظهار العطف والرعاية لمتاعب الشعب المصري وآلامه، وذلك أكسبه ود المصريين حتى أشعرهم أنه واحدا منهم وليس قائد جند أرسله المحتل. وحين ثار جموع الشعب على الوالي العثماني خورشيد باشا، ساند محمد علي باشا الشعب المصري في تلك الثورة. بعد ذلك بايع الأعيان والشعب محمد علي باشا بمساعدة عمر مكرم واليا على مصر خلفا لخورشيد باشا. في 9 يوليو 1805 أصدر السلطان العثماني سليم الثالث فرمانا سلطاني يعزل خورشيد باشا من ولاية مصر ويولي محمد علي حاكم عليها. بعد ذلك تمكن محمد علي باشا من الانفراد بالحكم، فبعد توليه العرش تخلص من الزعامة المصرية الشعبية، على الرغم من أنهم هم من أوصلوه إلى العرش. ثم جاءت خطوته التالية في التخلص من المماليك. حدث ذلك في الواقعة التاريخية الشهيرة مذبحة القلعة، والتي راح ضحيتها كل من حضر من المماليك، وعددهم 470 مملوك. يقال أنه لم ينجو من المذبحة سوى مملوك واحد، وهو أمين بيك، الذي استطاع أن يقفز بفرسه من فوق سور القلعة. زادت قوة محمد علي باشا كحاكم بسرعة البرق، حتى أنه تمكن من التمرد على السلطان العثماني وإعلان مصر ولاية مستقلة، فاتسعت رقعة الأرض، وتمكن من ضم السودان وجزء من بلاد الحجاز إلى حكمه، على الرغم من أن الكثير من المؤرخين قد قاموا بوصف محمد علي باشا في صورة الطامع في السلطة والمغتصب للحكم، إلا أن ذلك لم ينفي أن ما شهدته مصر في عهده
لم تشهده في عهد أي أحد سواه، فقد قام ببناء دولة حديثة على الطريقة الأوروبية، واستعان بخبراء أوروبيين، فساهم في ازدياد ثقافة التعليم في مصر. أدرك محمد علي أنه لكي تنهض دولته عليه أن يؤسس منظومة تعليمية تكون هي الأساس الذي يعتمد عليه. لذا بدأ محمد علي في إرسال مجموعة من الطلبة الأزهريين إلى أوروبا للدراسة في عدة مجالات ليكونوا أساس بدء النهضة التعليمية في مصر. كما أسس المدارس الابتدائية والعليا لإعداد أجيال متعلمة تعتمد عليهم دولته الحديثة. كانت أولى البعثات التعليمية في إيطاليا لدراسة العلوم العسكرية وطرق بناء السفن والهندسة. أتبعها بعد ذلك بعثات إلى فرنسا وإنجلترا. أنشأ العديد من الكليات، وكان يطلق عليها اسم المدارس العليا، كما اهتم بالزراعة والصناعة. كان متسامحا واسع الأفق في الشؤون الدينية، فقرب إليه المسيحيين كما المسلمين، واستعان بهم في حكمه وأدخلهم في حاشيته. خاض محمد علي في فترة حكمه حروبا كثيرة، حيث قاد حروبا بالنيابة عن الدولة العثمانية في جزيرة العرب ضد الوهابيين، واستطاع إخماد هذه الحركة، وتمكن من أسر عبد الله ابن مسعود. كذلك خاض حربا ضد الثوار اليونانيين الثائرين على الحكم العثماني. مع ازدياد قوته ونفوذه ثار ضد الدولة العثمانية، حيث حارب جيوشها في الشام والأناضول، والتي حارب فيها محمد علي باشا الإمبراطورية العثمانية في عقر دارها، حيث أطلق حملة بقيادة ابنه إبراهيم بيك استطاعت اجتياح سوريا والوصول إلى الأناضول، وهزيمة قوات الصدر الأعظم العثماني محمد رشيد باشا في معركة كونيا، الأمر الذي كان يعني فتح الطريق للجيش المصري للوصول إلى القسطنطينية واحتلالها. وعلى الرغم من طلب إبراهيم بيك من والده الاستقلال عن الدولة العثمانية، إلا أن تردد محمد علي أعطى الفرصة للسلطان العثماني لطلب المساعدة من الأوروبيين، فلجأوا جميعا إلى إبرام الصلح المؤقت، وهو صلح كوتاهية. فقد كاد محمد علي بالفعل أن يسقط الدولة العثمانية لولا تعارض ذلك مع مصالح الدول الغربية، والتي أوقفت محمد علي وأجبرته على التنازل عن معظم الأراضي التي ضمها. بعد انسحاب الجنود المصريين من بلاد الشام وفصلها عن مصر وعودتها تحت سيطرة الدولة العثمانية بدعم أوروبي، أصيب محمد علي باشا بحالة من الجنون والارتياب، وأصبح مشوش التفكير ويعاني من صعوبة التذكر، ولم يعلم أحد السبب. قال البعض أنه ربما بسبب جهده الذهني خلال حرب الشام، أو حالة طبيعية نتيجة تقدمه في السن، أو كان تأثيرا لنترات الفضة التي كان يأخذها بأمر من الأطباء لعلاج نفسه من مرض الزحاء. ثم أصيب ابنه إبراهيم بالسل، فزاد ذلك من أحزان محمد علي، وكان كل ما يشغله أن يضيع كل ما صنعه من إنجازات بسبب عدم كفاءة أحفاده من تحمل مسؤولية البلاد والعباد، حيث قال: ولدي عجوز عليل، وعباس متراخ كسول، من عساه يحكم مصر الآن سوى الأولاد، وكيف لهؤلاء أن يحفظوها. بعد ذلك عاد محمد علي إلى مصر، وبقي واليا عليها حتى اشتدت عليه الشيخوخة، وتم عزله من منصبه
وتولى إبراهيم باشا إدارة الدولة. حكم إبراهيم باشا مصر حوالي 6 أشهر فقط، توفي وخلفه ابن أخيه طسن. عاش محمد علي عدة شهور بعد وفاة ولده، وتوفي في 2 أغسطس عام 1849 ميلاديا بقصر رأس التين، وتم دفنه في الجامع الخاص به بداخل قلعته. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات الجاية. معايا أنا هنا علي زي التاريخ ما بيقول.